السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو وآخر وصفة يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. بشكر كل متابعيني وأحبائي من كل حتة بيتفرجوا منها، من مصر وسوريا والسعودية. معلش انا تعبانه جدا، عندي دور برد لقطته بقى ايه، لقطه الصاروخ. الحمد لله. قلت كده اعمل معاكم النهارده، اشارككم وصفه سهله وبسيطه. معلش انا اسفه. سهله وبسيطه ولكن طعمها خرافه، ويعني كل بيت مصري ما يخلاش من البتنجان المخلل يعني الصراحه. كده معايا بتنجانية حلوة كبيرة كده، بقى بقلمها يعني، بشيل كده خط وخط لا القشرة يعني بس. وهبتدي ان انا اقطعها ترانشات. طبعا انا غسلاها الاول تمام. ما كملتش كلام معاكم. بشكر كل متابعيني من مصر والسعودية وفرنسا واسبانيا، دي هي متابعين يعني جدد. منورين القناة. وربنا يبارك فيكم. متنسوش بقى يا حبايب قلبي في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منكم ليا. قولولي في التعليقات الف سلامة عليكي يا ام سيف. بصوا بقى، هنا قطعتها ترانشات كده، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بحيث ان هي لو قطعتيها رفيعة هتتحرق او مش هتمسك نفسها قبل ما تتحمر. بنزل كده بالبتنجان بتاعي يا حبايب قلبي، والزيت بتاعي ما يبقاش سخن خالص عشان اول ما ينزلش يتلسع ويبقى مدي لون ومن جوه ني. تمام. انا بحب بقى اللون الذهبي كده، الذهبي البرتقاني كده الجميل. ما احبش اغمقه اكتر من كده، بيدي طعم حلو قوي قوي، ودرجة امتصاصه كمان للخلطة اللي احنا هنعملها بتبقى اسرع، بيتشربها اكتر يعني. بصوا بقى كده، انا بعمل خلطتي بقى في الخلاط. الوصفة دي عارفاها من سنين السنين، كانت جارتي الله يمسيها بالخير هي اللي معلمها لي. غير ما تفصفصي توم وتدقيه وتعملي، لا. بص، كله في الخلاط مرة واحدة، مفيش اسهل من كده. بحط فلفلتين، بحط طماطمايه كبيرة. طماطم حد يقول هتبقى مية وصلصة يعني، مصيصة البتنجان هتبقى مية يعني، لا. هتشوفوها دلوقتي وانتوا شفتوها في اول الفيديو. احط طماطمايه كده كبيرة بقطعها برضو، وبنزل باربع خمس فصوص توم كبار. والبهارات بتاعتي بقى ايه، هحط الايه، ملح، وبحط فلفل اسمر وكمون، بس انا ما كانش عندي، بس انت حطي كمون بيبقى حلو قوي قوي قوي. وبحط خل. تمام يا حبايب قلبي. والله ما كنت هنزل فيديو النهارده، بس قلت لا ما تكسليش يا بنتي يا هبوب، وقومي اعملي ايه وصفه، ان شاء الله وصفه خفيفه بس هتنفعكم قوي قوي قوي. فين؟ في على رمضان باذن الله، على سفره رمضان البتنجان، يعني سفره رمضان ما تخلاش من البتنجان بقى والمخللات، وانا عامله لكم وصفات مخللات كتيره. بصل بقى ولفت وتاني وخيار. مش هيصاكوا يعني، ارجعوا كده خشوا على القناه وانتوا هتشوفوا كل الانواع المخللات. فبنزل لكم الوصفه دي ان شاء الله تعملوها على سفره رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. جربوا الوصفه وقولوا لي واكتبوا لي بقى يا حبايب قلبي كده ايه في التعليقات. كده بقى بنزل ايه بعد، ولا بحط ميه في الخلاط ولا اي حاجه، هو اللي انا حطيته قدامكم ضربته بس بيعمل لي الصوص الحلو ده، بتحبش كده وجميل ما شاء الله. تعالوا اتفضلوا معانا وجربوها، والف هنا والف شفا. مع السلامه.